ليه لسه مكمل على اليوتيوب رغم الإحباط؟ يمكن تكون شايفني دلوقتي أو لأ، بس أنا عايز أكون صريح معك. الإحباط ما كانش بسبب المشاهدات القليلة، بس ده كان سبب من الأسباب. ولكن كل مرة فكرت وحاولت أعمل حاجة وما نجحتش، وكل مجهود كل تفكير دول كانوا أسباب كتير للإحباط. في اللحظة دي كان ممكن أسيب كل حاجة وأقف وأبطل وأقول يا عم فكك، بس ليه أسيب حاجة أنا بحبها؟ حد شايفها دلوقتي، بس يوما ما هوصل. اللي بيخليني أكمل الشعور اللي دايما بيجيلي، ما توقفش، كمل، حاول بكذا طريقة. يمكن انت مش ناجح في الطريقة دي، شوف طريقة تانية كويسة توصل للناس هيحبوك. الشعور ده دايما مديني بوش عشان أكمل. يوما ما الناس هتشوف شغلك وتعبك وهيسقفولك، وهتحس من جواك انك انت كنت صح. انا معاك يا صديقي.